تعالي النهاردة بقى نحل أكبر مشكلة بتواجه كل ست بيت، وهي الغسيل الأبيض. الإصفرار بتاع الغسيل الأبيض، البقع، بقع حبر، بقع دم، بقع أيا كانت البقع أو مهما كان الإصفرار، هرجعلك الهدوم بتبرق بتنور في الضلمة. تعالوا بقى نسمي بالله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واوعي تنسي تنزلي حالا في التعليقات وتصلي على النبي، ووحشتوني جدا وبعتذر جدا عن التأخير. تعالوا بقى نخش على وصفتنا بسرعة. عايزة اقول لك ان الغسيل ده كده ما اتغسلش اكتر من هو اتنقع وبس، وما لك ان تتخيلي النظافة. وعلى الحبال بقى ما اقولكيش حاجة كده تشرف. وعايزة اقول لك التصوير ده كده كان اخر النهار قبل المغرب ما يأذن على طول، يعني بياضه ما كانش ناصع بما فيه الكفاية، يعني الإضاءة كانت مش أحسن حاجة. تعالوا بقى، كل اللي عليكي هتجيبي لي هنا صابونتين بلدي. وطريقة الصابون البلدي عملناها كتير جدا على القناة، ولو حابين قولوا لي احط لكم اللينك بتاعه. وكمان قريب ان شاء الله هنزلكم طريقة بكمية صغيرة بلتر واحد بس من الزيت للناس، بدل ما تعمل كمية، الناس اللي بتحبش تعمل كميات كبيرة وعايزة تجرب. بصي، عايزه اقولك ان بينزل معاكي زي البودره، ده دليل ان هو واخد بودرات كتير، يعني واخد زهره بيضه، واخد مسحوق، واخد حاجات كتير. لو هو مش واخد كميه المسحيق ده هتلاقيه معاكي متماسك شويه، انما اول ما بتمسكيه بيتفرك في ايدك زي البودره كده بالظبط. الصابونتين اللي استخدمتهم حجمهم ما كانش كبير قوي، فانت تقدري لو انت هتشتري صابونه كبيره من بره تقدري تستبدليهم بصابونه واحده. وهنزل بثلاث مجات من الميه المغليه، وما نزلتش بيهم مره واحده، نزلت باتنين بس، علشان انا عايزه الخليط معايا متجانس وتخين كده وتقيل. تمام، عشان هوريكم لسه هنعمل بايه. فالمج التالت ده انا ركنته على جنب، عشان لو حسيت ان الخليط لسه ما دبش ممكن هبتدي ازوده. ما حبيتش ازوده من البدايه، بحيث لو اتفضل كتل كده ولا اي حاجه يفككوا الكوبايه الاخيره. وطبعا زي ما انتوا عارفين يعني مبشور بشر ناعم كده، فبيتفكك بمنتهى السهوله، وبرضك راجع ان فيه كميه بودره كتير فبيدوب بسرعه جدا. بص، عايزه اقول لك ان الصابونه دي لوحدها كفيلة ان هي تطلع اي بقع واي حاجة في الملابس معاكي، وفي المواعين بقى، وفي كل حاجة. بص، الخليط معايا متجانس، بس كان لسه ليه اثر كده للحاجات ما دابتش، فنزلت بالكوباية التالتة. تقدري تنزلي لغاية لتر كامل كمان، بس انا كنت عايزة اتحكم في الخليط فنزلت فيه في العلبة اللي انا بشرت فيها الصابون، يعني كان فيها لسه اثر الصابون، فنزلته بالمية المغلية. اعذروني جدا جدا، والف مليون شكر حبايب قلبي اللي سألوا عليا، مشكورين وعلى راسي. اللي حاسه ان انا غبت شويه، غيابي غصب عني، اعذروني بس دراعي وجعني شويه. ربنا يعافينا ويشفينا ويشفي كل مرضى المسلمين، اللهم امين. ويجعل كل ست بيت على راس بيتها. تعالي بقى بصيلي هنا كده، الخليط بقى تقيل جدا زي ما انت شايفه كده، عسل نحل بس تقيل. هجيب بقى بولة كده وهبتدي اخش، ركنت طبعا الصابون على جنب يبرد شوية. وتعالي بقى، معايا لتر كامل من الكلور الابيض، بس يكون نظيف، يعني ما تجيبليش حاجة، هاتي كلور خام نظيف. وما تستغربيش، هي الوصفة قوية، مش هنحط فيها نقطة مية، انا عايزاها قوية زي ما هي كده خام. وهنزل بمعلقتين بوتاس او ديبوشار او قطرونة كوستيك، حجر تسليك مجاري، ديبوشار. احنا عندنا هنا في مصر بنقول عليه بوتاس، اسمه العلمي بقى هيدروكسيد الصوديوم. وكده وانت بتشتغلي بيه دواعي الامان بقى، الشباك مفتوح، الشفاط مفتوح، مكان جيد التهوية، نفسك بعيد، البسي كمامة لو انت عندك حساسية، ايدك بعيد، لو نقطة منه جت على ايدك معلقة خل على ايدك. تعالوا نخش لبقية مكوناتنا. هنزل بمعلقتين من الزهرة البيضاء، وثلاث معالق هرمية من اي مسحوق بودر، ويكون ريحته حلوة. يكون ريحته حلوه، باهي هنا او اوكسي، وشوفي البديل عنده في بلدك اللي بتصنعه بلدك ايه. انا مع المقاطعه، فاللي مش مع المقاطعه يستخدم اي حاجه تانية تخصه اللي يريحه. انا بستخدم يا باهي يا اوكسي، منتجات بلدي. فالمهم نزلت بثلاث معالق هرميين، ونزلت بكوبايه كبيره مكيال كده صابون مواعين شغال، برسيل جل شغال، اي المتوفر عندك شغال، بس يكون حاجة نظيفة وليها رغوة حلوة. تمام كده.
وكل ده هجنسه مع بعضه وهديله تقليبة محترمة. الوصفة هنا قوية شوية، قوية. حابة تنزلي البي اتش بتاعها شوية، ممكن تضيفي لك معلقتين ملح ليمون. وسبب تأخير عن تسجيل الفيديوهات التقليب اللي انتوا شايفينه ده بيتعب ايدي، لان انا عندي مشكلة في اوتار ايدي. بص بقى هنا الصابون، بص تماسك ازاي وتقل، ولو اتركن ده لسه سخن كمان، ولو اتركن تاني هيتقل شوية اكتر من كده كمان. فهبتدي انزل بيه على الخليط. ممكن انت ما تغلطيش الغلطة دي، اصلا انا البولة اللي استانلس دي بتاعت اكل، فمش هنزل فيها بكلور. انت بقى ممكن العكس، البولة لو انت استخدمتي حاجة مش يعني مش بتستخدميها في الاكل، ممكن تنزلي بالعكس، تنزلي بالصابون بالخلطة، الخليط السائل اللي احنا عملناه ده على الصابون وبشوية. وعايزة اقولك ممكن يفصل منك، علشان خاطر الصابون البلدي لما بندوبه ويبقى فيها الوصفة بوتاص وتنزلي مرة واحدة، معرض ان الوصفة تفصل منك. عادي لو فصلت منك ما فيهاش اي مشكله، هترجع تمسك تاني وتتجانس مع بعضها. حتى لو ما اتجانستش هتحطيها في جيركن كده، وكل ما تيجي تستخدميها تديها تقليبه كده، رجه كده في قلب الجيركن، وتبتدي تاخدي منها مكيال. هنا نقيت لكم اصعب بقع، بياضات الكنب. مش عايزه اقولك انه هي دي محطوطه بقالها شهرين وركناها وعماله يوسخوا فيها وصفرار وبص وبقع. يعني عايزه اقولك ان الابيض قلب لطين، وكميه بقع يعني ناقص، يعني كل حاجه حرفيا قعدتهم وكل حاجه عليها مليان بقع وصفرار. وهوريكي، يمكن هنا الاضاءه ما كانتش قويه جدا فما كانتش باين الوساخه اللي فيه. ممكن نوعا ما كده قفشت يعني حاجه تقدروا تشوفوها، ابسط حاجه. بص البقع عامله ازاي، بص كلها بقى بالمنظر انتوا شايفينه ده، بقع اكل، بقع نسكافيه، بقع شاي، كل حاجه عليها ليل ونهار قاعدين عليها. خدت منها مكيال كده، وعايزه اقول لك مجرد ما بتحطيها انت مش محتاجه تعملي اكتر باللي انت شايفاه ده، تقعدي تفركيها كده. انا بس ايدي مش بقدر ادعك قوي، فوالله العظيم اقسم بالله يعني كانت، هو عشان السرعه هنا يبان لك انا بعمل يعني قوي قوي، لا انا اعصابي مش هتستحمل اعمل القويه اللي انت شايفينها دي. بالراحه كده وامرشها كده. عارفه انت اللي بتفركي حاجه كده بسيطه وما لك ان تتخيلي، والله العظيم البقع كلها زي السحر ما بلاقيهاش. جربي الوصفه ودعوه حلوه من قلبك. انا عايزاكي تجربي الوصفه دي وتدعي لي. بصي الميه بتتحول في لحظه. اي بقعه بقى تقابلك، لو مش عايزه مثلا تنقعي الحاجه كلها وبقعه كده، تمسكي تحطي عليها شويه وتفركيها بس كده بايدك. والله العظيم انا واثقه انت هتدعي لي من الوصفه. الوصفه قويه جدا، حاميه. يعني لو انت هتاخدي منها، انا اقول لك ليه حاميه وعملتها كميتها مركزه من غير نقطه ميه، علشان باخد المكيال مثلا املى الطبق اللي هتنقعي فيه ميه، فلما تاخدي المكيال كميه الحمويان بتاعها مش هتلاقيه. انما لما تاخدي منها مباشره على ايدك كده هتبقى حاميه على ايدك. انما لما تحطي في الطبق اللي هتبتدي تنقعي فيه الغسيل، فتاثيره هيبقى يعني شبه يكون معدوم. تاثيره على الهدوم هيبقى قوي بس على ايدك مش هيبقى حامي. وزي ما قلت لك، لو حاسه ان الوصفه حاميه جدا على ايدك، ممكن تحطي لك من معلقه لمعلقتين ملح ليمون. بس انت انقعي في كميه ميه وبعد كده تفركيها، مش هتحسي باي حاجه. انا برضك ايدي حساسه زيكم، لو فيها حاجه كنت حسيت، بس اول ما كانت تيجي الوصفه على ايدي مباشره كده هتحسي ان هي حاميه. انما تنقعي بيها زي الفل زي الفل، غسيلك هينور. طبعا انا فركت الاولانيه قدامكم وده نقعته، مجرد ما حطيت الغسيل يتنقع كده، بص الميه اتحولت في لحظه، في لحظه الميه اتغيرت تماما. يا اما تنقعيها كده، انا نقعتها وجيت اطلعها لقيتها فل قشطه، ما استحمل يعني ما احتاجتش معايا ان انا اديها دوره في الغساله. انت ممكن مش حابه تنقعي، تاخدي لي الخليط ده كده وتحطيه ياخد له دوره في الغساله، وبعد كده تشطفيه. وما تنسيش بقى لو انت متحسسه من ريحه الصابون وكده، ممكن تحطي لك في الشطف كوبايه يعني مكيال كده من دوني. بص الخليط زي ما بقول لك ده اللي بقول لك عليه بيفصل، بس مع الوقت لما ركنته في جيركن تجانس تماما. بص بقى اقسم بالله ما حطيته في الغساله زي ما انت شفت كده، نقعته قدام عينك، طلعته من ميه النقع، شطفته، لقيته اقسم بالله بينور.
حاجة تشرف على الحبال. وعايزة اقول لك ان تصوير الفيديو ده كان قبل المغرب ما يأذن، الدنيا بدأت تضلم، البياض بتاعه ما بانش بالقوة اللي هي فعلا، اقسم بالله العظيم كان يزغلل العين من بياضه ونظافته. وخلص الفيديو، واتمنى الله يكون عجبكم، واستنوني في وصفات تانية ان شاء الله.